السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات فنون أمين. صباح خير، صباح الجمال، صباح الرزق الحلال إن شاء الله بإذن الله. ربنا يبارك للجميع في رزقه ويبارك في أولادكم ويبارك في حضراتكم إن شاء الله. ما تنساش قبل كل شيء الصلاة على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أكثروا من الصلاة على الحبيب محمد فإنه سيأتي لكم شفيعا يوم القيامة. صل على الحبيب قلبك يطيب. وبرضه ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتكون صديق من العيلة. دعمكم ليا شرف ليا. الصفقة اللي بيتكلم عليها الجميع لسه بيتكلم على صفقة الخطيب الكبيرة، صفقة بتاع كوتيسا. هل هيخلص كوتيسا؟ هل هيخلص اللاعب النمساوي؟ هل هيخلص اللاعب السلوفيني؟ الله أعلم. هل النادي الأهلي بيخلص في حتة تالتة خالص بعيد عن أي حد زي ما اتقال اللاعب الجنوب أفريقي؟ الله أعلم. لسه مفيش جديد، الدنيا هادية بعد مد القيد الأفريقي لغاية آخر شهر فبراير. الكلام الكبير، لكن دي بالنسبة لي مش الصفقة الكبيرة. الصفقة الكبيرة هي صفقة محمود الخطيب نفسه. الصفقة الكبيرة هي صفقة محمود الخطيب، ان ادب محمود الخطيب، اخلاق محمود الخطيب، سمعة محمود الخطيب النظيفة. محمود الخطيب ان يتواجد في اي مكان له شعبيته الكبيرة جدا سواء داخل مصر او خارج مصر. محمود الخطيب في صفقة احمد رضا راح زيارة لنادي بتروجيت، خلص الموضوع في قعدة. محمود الخطيب خلص مصطفى العش بمكالمة مع سويرس. محمود الخطيب لدرجة ان رئيس الوقرة القطري قال ان نادي الزمالك عايز يشتري اللعيب او ياخد اللعيب 6 شهور اعاره ببلاش. هو في حاجه ببلاش؟ الفريق الوحيد اللي لو نشاور لاي لعيب عندي في النادي هو محمود الخطيب او اديهوله مجانا. الكلام ده زعل ناس كتير، الكلام ده زعل الزملكاويه قوي. الا اشمعنى الاهلي؟ اشمعنى الاهلي لانه هو الاهلي؟ اشمعنى الخطيب لانه هو الخطيب، معروف في الدنيا بحالها باخلاقه. الخطيب ما كانش فيه رئيس نادي قبل الخطيب شغال سب وشتايم في كل من هب ودب، شغال سب وشتيمة في كل الناس. فمعروف الخطيب بقيمته، معروف حجم الخطيب، معروف الخطيب لما بيخش نادي وبيخلص حمدي فتحي في قعدة عارة بيخلص. معروف ان محمود الخطيب له دلال على الناس بحالها، مش بالغلط، بالادب، بالاحترام، بكونه محمود الخطيب نجم مصر الاول. ايا كان مين جاي بعده ملناش دعوه بلعب الكوره. محمود الخطيب اذا اتواجد في مكان يحل اي مشكله، بتليفون يحل اي موضوع، بقعده يخلص اي صفقه. فالكلام ده زعل ناس زملكاويه كتير، ما اعرفش يزعل الزملكاويه ليه، مع ان المفروض يا ريت يتعلموا من محمود الخطيب. الرئيس النادي المحترم اللي اتوجد لا بيرقص ولا بينهز ولا بيشتم ولا بيسب ولا بيلعن، بل بالعكس يواجه انتقادات حادة من جمهوره ومن الإعلام، ورغم كده ثابت وما بيفتحش بقه. محمود الخطيب اللي بيشتغل بس مع مجلس إدارته. محمود الخطيب مفيش حد بيجي يسوقه من بره. محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي بمعنى الكلمة، رئيس نادي القرن الحقيقي فعلا. هو ده محمود الخطيب. نادي الوقر قال بالبنط العريض لو احتاجوا محمود الخطيب النادي الوحيد اللي يروحوا مجاني. يعني ايه؟ انا ما اعرفش يعني ايه اروح اشتري لاعب مجاني. هل عقلكم في تفكيركم وصل للدرجات؟ يقول لك انا الزمالك، يعني ايه انت الزمالك؟ طب النادي الاهلي لما بيجي في نادي بيجي يشتري منه ما بيتشددش، ما بيشنكش، ما بيعملش، ما بيطلعش يشتم، ما بيطلعش يقطع. انت فاهم قصدي؟ نادي الخلود لغايه دلوقتي المفروض كان دفع الاقساط بتاع ديانج، ما دفعهاش بعد مده كبيره، بعد بيان واثنين والتالت للخلود، وبعد كده هدد بالمطالبه في المحكمه. هو ده الفرق بين النادي الاهلي والفرق بين نادي الزمالك. هل الزمالك هيخلص صفقات جديده ولا لا؟ الله اعلم. بس انا بقول لك كاهلاوي انه هيخلص صفقات. ليه الزمالك؟ مفيش كلام بقاله يومين بالظبط، مفيش حد بيتكلم كتير، مفيش رغي كتير، لكن الكلام جاي على لعيب في بلجيكا، اللعيب جاي لعيب على في قطر، اللعيب جاي على لعيب في تركيا. لكن هل هيقدروا يخلصهم؟ ممكن، بس هل هيبقى اللعيب المميز؟ الله اعلم. طب هل في فلوس اصلا للعيبه اللي جايه اللي الزمالك هيخلصها دي؟ لان اللعيبه بتشتري الانديه بتبيع بمبالغ كبيره، ولا الانديه بتبيع بمبالغ كبيره للاهلي بس لان الاعلام بيعمل شو اعلامي كبير عليها، فبقول لك الاهلي بحاجه له فالانديه بتطلب مبالغ كبيره. اما نادي الزمالك ما حدش بيجيب سيره عنها غير مره ولا اتنين عشان سعر الصفقه ما يغلاش. برضه هو ده فرق بين قيمه النادي الاهلي
اللي بيعمل ضجه في اي مكان او اسمه بينزل في اي نادي بيعمل ضجه. وده الفرق بين نادي الزمالك اللي اسمه ما بيعملش اي مشكله، لان كل لعيب بيبقى عايز جاي الزمالك بيبقى خايف على فلوسه قبل ما يجي. تنساش اللايك والشير، وتنساش ان محمود الخطيب هو الصفقه الكبيره للنادي الاهلي. تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، دعمكم ليا شرف ليا، اكون شاكر ليكم. السلام عليكم.